Hi fellas and welcome to my gossips. الفيديو اللي فات انا نزلت لكم عن الكي دراما اللي تشوفوها في الشتاء. ممكن بقى ازود المره دي another كي دراما لان انا بتفرج عليها حاليا و it's so fun يا جماعه، بجد فكرتني بكي 2 قوي. الممثلين اللي فيها، اولا الممثله اللي احنا كلنا بنحبها وبنعشقها اللي هي كانت في The Legends of Blue Sea. انا عرفته ان هي رجعت بعد غياب فعملت المسلسل الروعه اللي انا هحكي لكم عليه دلوقتي. عشان ما اقعدش اتكلم كتير، هو اسمه العاصفه او تمبست. excuse my voice عشان انا عندي برد، بس قررت اعمل لكم بما اني فاضيه بقى it's fun بقى. يعني بصراحه ان انا اتفرجت على نصه ولحد دلوقتي مفيش ولا حلقه ممله، على الرغم من ان هو بيتكلم عن السياسه، وانا الموضوع ده بيبقى تقيل على قلبي لان انا ما بفهمش فيه وما بحبش المسلسلات اللي بتتكلم في الحاجات دي. ليه؟ ما بفهمهاش، بحسها ان هي ممله. بس ده بالعكس يا جماعه، بجد فكرني بكي 2 قوي. وانا نسيت احط لكم كي 2 برضو في الفيديو بتاع المسلسلات اللي تتفرجوا عليها في الشتاء، فاتفرجوا على ده وعلى كي 2. مش عارفه اتكلم عن المسلسل ايه. اولا البطل اللي في المسلسل هو اللي انا عرفته برضو ان هو كان بيمثل في افلام، ما كانش بيمثل دراما كتير. وهو برضو خد استراحة، يعني الممثلين الاتنين اللي في المسلسل الاتنين كانوا واخدين استراحة وراجعين بالروعة دي. فتخيلوا بقى الناس اللي هم كانوا عارفينهم ومجنونين بيهم، يعني انبهار بالنسبة لي بجد. هو بيتكلم عن واحدة سفيرة وجوزها المفروض ان هو مترشح للرئاسة، اللي هو الاخ ده. بحب تمثيله بس كنت مفكره ان هو يعني معرفش، يعني ما كنتش حابه ان هو يكمل معانا المسلسل، ما اعرفش ليه، بس انا بحب تمثيله. بس ما كنتش حابه ان الكابل ده، حاسه ان هو ما فيش ما بينهم كاريزما، مش طايقين بعض. وطلعت ان this is the point، يعني هما فعلا ما كانوش طايقين بعض. يعني لما الحلقات هتقعد تجيب بعضها هتلاقوا ان هما خلاص يعني كانوا مش عايزين بعض اساسا يعني، فكانوا قاعدين مع بعض بالعافيه. فدي كانت بوينت حلوه ان هما وصلوا لنا الاحساس ده من اول الحلقات. يعني لو طب ما تطلقوا وتخلصوا، بنكتشف ان بعدين الحلقات بقى واحده واحده كده هو واللي قتل واحد من الجيش وهو بيقتله قال عليه جاسوس، يعني قال انا قتلت الجاسوس. طبعا هي مراته كانت معاه في الكنيسه في الوقت اللي هو اتقتل فيه، فكانت بتحاول تدافع عنه. وفي نفس اللحظه دي ظهر واحد مسك ضابط من الجيش ده، حاول يعني يمسكه عشان ما يضربهاش هي بالنار، لان هي وقفت قدامه وعملت كده بتحمي جوزها يعني عشان ما يضربش عليه نار تاني. هو يعني كانت كفيله دي ان هي تموته، بس هي ما كانتش عايزه جوزها يتضرب بالنار تاني حتى لو هي هتدافع عنه من غير اي حاجه. which is لقطه تحفه بصراحه. يعني هم هيقعدوا يجيبوها كده في المسلسل من وقت للتاني، بس هي لقطه تاريخيه. ما علينا. الضابط اللي من الجيش ده المفروض ان هما كانوا هيمسكوه عشان لحد ما البوليس يجي ويعترف وكده، بس هو للاسف خد كبسوله كده علشان يموت نفسها. الكبسوله دي مسممه. هي بقى هتاخد من هنا حته الليد ان هي تكتشف مين اللي ورا قتل جوزها وليه كانوا عايزين يقتلوا جوزها وكده. وهيكتشفوا بقى حوار اكبر من كده بكتير بقى، وليه علاقه بالولايات المتحده الامريكيه وعلاقه بكوريا الشماليه وقصه كبيره كده. في غواصه المفروض ان هي جايه تدمر امريكا، فامريكا عايزه تدمر كوريا الشماليه قبل ما هي تطلع الغواصه دي كده يعني. ففي تشابك احداث ضخم جدا كبير على مخي، مش مشكله بس انا مستمتعه وانا بتفرج. هما بقى ما بين الغواصه مش موجوده، لا الغواصه موجوده، طب هو جاسوس، لا هو مش جاسوس. يعني مراته دخلت في دوامه كده لحد ما قالت بس هترشح للرئاسه. يهديكي يهديكي يا ستي، انا اللي هترشح للرئاسه لان هي دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اتعرف منها مين اللي ورا ان يخلي جوزي جاسوس. طب هو جوزي فعلا جاسوس ولا لا؟ الغواصه دي موجوده ولا لا؟ كده هي فكرت ان هي هتعرف تلم الموضوع. وفي نفس الوقت هم بيدوروا برضو على الولد اللي هو مسك، اللي هو ضابط الجيش ده، بيدوروا عليه بس مش لاقيينه. اتاريه هو اصلا عارفين اللي هو المرتزقه. اصل تحس ان هم المرتزقه اللي في العراق، عارفين الصوره اللي هم بيرسموها دي لاي حد اللي هو هيبقى بودي جارد بعدين، يعني زي فاجابوند وزي كيتو، فكلهم ولاد عم يعني فاهمين كلهم كانوا في نفس الموقع. ما علينا. فهو ده مرتزقه من شركه معينه كان بيحمي كبار الشخصيات ايا كانت هي مين. وطريقته في الحماية دقيقة جدا، وبيلاحظ أقل حاجة، وشغال مع شركة بتعرفه المعلومات
معلومات زياده عن اللي موجود عند البوليس وكده يعني. فهو هيقابلها، هو شخصيا هيقابلها، لان هو كان يعني شافها في الكنيسه كده، وفضل يتابعها لما عرف من الشركه اللي هي بتعينه دي، لان هو سابها بقاله كتير، ساب الشركه اللي هو كان بيشتغل فيها بقاله كتير، انهى التعاقد يعني. فجم يكلموه تاني بعد ما هو جوزها مات، قالوا له ان في عميل عايز يدفع لك عشان تحمي حد معين، بس في المقابل تجيب كل المعلومات عن الشخص اللي انت هتحميه ده. فقال له انت عارف ان انا بقالي كتير مش في الموضوع ده، ومش عايز اي شغل تاني منكم كده. فقال له انت يعني مش عايز تعرف هي مين، هي كذا كذا كذا، وطلعت اللي هي البطلة اللي جوزها مات. راح سكت كده، وبعدين هو كان بيراقبها من بعد ما جوزها مات، وشافها وهي بتعيط لوحدها وماشيه في الشارع، ان هي كانت بتقعد يعني بتاخد وقت كده لنفسها تجري، بتعمل كده عشان تهدي نفسيتها كده. فقال له هي هتقدر تعتمد على نفسها اقوى من ما انت مفكرها اساسا، فهي تعرف ايه تاخد بالها من نفسها كويس. بعدين بقى وهي بتجري في الفتره اللي هي كانت بتجري فيها دي، هو قابلها وكان عايز يديها السلسله اللي جوزها اداها لها قبل ما يموت، عشان هي السلسله وقعت منها، فهو خدها صلحها واداها لها. فقال لها انا عايزك في موضوع وكده. فلما كانوا بيتكلموا كان في حد بيراقبها اساسا. عيلة جوزها ما بتحبهاش على فكره، بالذات مامته. هتعرفوا ليه بعدين. انا ما بحبش احرق الاحداث، ولا احرقها دي؟ احرق يا جماعه. انا من اول ما جابوا الكاميرا عند امه وانا قلت الست دي فيها حاجه غلط، هتطلع مش امه بقى وابنها كانت بتغير منه ولازم مش عارفه تعمل. هي توقعاتي طلعت صح، لان فعلا الام اللي ربته مش امه. فهي كانت بتحاول توصله، يعني تاخده كطريق سلم ليها لحاجه معينه بس مش اكتر. بس هل هي اللي اتخلصت منه؟ هي اعتقد كانت سبب، لان هي حتى لما اتاخدت. انا ليه بخش في الاحداث؟ ليه بسبق الاحداث؟ خلينا نكمل في الحته اللي احنا كنا فيها. المهم لما هو قعد معاها كده، وقف معاها قال لها في ناس بتراقبك واحنا لازم نعدي وبتاع، وقعد يضرب فيهم وكده. مشاهد 10/10 مليون في المية متعة لا نهائية. انتوا اللحظات اللي هو هيقعد فيها من غير ما هو ما يضربش حد دول هتحسوا بملل، بس من اول ما يبتدي يضرب بقى ويتابع الناس ويشوف مين اللي بيراقب ايه وفين ويحذرها من مين والتكتيكات بتاعته دي، انا بحب الادوار دي. فلا يعني مليون من 10. المهم هيوصل بيه الحل ان هو هيبقى البودي جارد بتاعها. هيقول لها انا لازم تعينين البودي جارد بتاعك، وهتقول طب انا هثق فيك منين؟ مع انها كل لما بيحصل لها حاجه، عشان هي كل ما بيحصل حاجه او حد بيموت او كده بتلاقيه في نفس الموقع صدفه، سبحان الله. ماشي. فهي مش واثقه فيه، فضلت مش واثقه فيه كتير. فالبودي جارد بقى الاصليين بتوع جوزها كانوا معاها برضو، اللي هو الحارس الشخصي بتاع جوزها كانوا معاها. فكانت ام جوزها كانت بتحاول ترشي واحد من الحرس اللي موجودين، وللاسف في وقت ما هيحاول ان هو يشك فيها. بس في نقطة معينة ان هو لما حاول يشك فيها والولد اللي هو البودي جارد ده سمعهم، كانوا في نفس البيت والميكروفون كان مفتوح ان هو ناحيتهم وهو لابس سماعة. الاتفاق كله جاله هو. بعدين بعد ما هو سمع الاتفاق ده حصل حاجة للحارس الشخصي ده، ان هو فتح ملفات المفروض ما يفتحهاش، وبالطريقة دي هو توصل لحد واتكلم معاه وقال له قابلني في الحتة الفلانية. لما قابله في الحتة الفلانية عربية جت طيرته، تمام. فانا كنت شاكة هل هي دي فعلا بسبب المخابرات او الناس ايا يكن ان هم مش عايزين يعرفوا اي حاجة عن شخص معين او عن تفاصيل معينة، ولا ده بسبب البودي جارد. بس انا مستبعده البودي جارد خالص، مستبعده الولد ده خالص. بصوا هو في واحد اصلا بينقل اخبار من امريكا لجوزها، تمام، وهما اتوصلوا له بطريقه ما من خلال اللي هو الكمبيوتر بتاع جوزها. البنت اللي هي المساعده بتاعه السفيره دي اتوصلت لحل الشفره بتاعه الكمبيوتر، عرفت يعني تتواصل مع الراجل اللي هو كان بيتواصل مع جوزها ده. فحكى لهم القصه كامله وهو كان بيعمل ايه مع جوزها وكذا كذا كذا،
وتوصل ان في واحده اسمها ستيلا يونغ هي الجاسوسه، او هي اللي مشاركه في موضوع الغواصه. جوزها كان عارف مين ستيلا يونغ دي، اكتشف مين ستيلا يونغ. وانا مش هقول لكم مين ستيلا يونغ عشان تعرفوا تلففكوا كده، عشان اللفه بتاعت ستيلا يونغ دي لوحدها كلت دماغي. الست دي هتكتشف بعدين ان جوزها خانها، وانا حاسه ان هو ما خانهاش، معرفش ليه، بس هم عايزين يطلعوا ان هو خانها. Oh no. ما علينا. بس لسه واخده بالي ان دي فيها اللي هي العلامه، عارفين علامه اليانج بتاعت الخير والشر محطوطه. ما علينا، انا بعمل ايه؟ انا البرد بجد مموتني. المهم احنا واقفين عند ان هي والبادي جارد حبوا بعض. ستيلا يونغ تقريبا اتكشفت، او هي اتكشفت خلاص. لسه مش عارفين مين القاتل، هل جوزها جاسوس ولا لا، لسه مش عارفين برضو، لسه المسلسل مخلصش عموما ولا بعمل الفيديو ده. طبعا انا جايلكم من المستقبل عشان اقول لكم ان المسلسل خلص. يا جماعه اخر سين ما بين البطل والبطله، عارفين it's given if the world was ending I wanna be next to you. جماعه قالت له لو دول اخر 9 دقايق في حياتي احب اقضيهم معاك. هو كان في اوضه المفروض ان هي فيها قنبله، وهم في عرض البحر. وفعلا كان بينقذوا مع بعض العالم ان هو يبوم، تمام، وهو كان هيبوم لوحده. فهي قالت له الجملتين دول، وراح قال لها عارفين بصي يا حبيبتي العصفوره. حسيت المشهد ده كده. قال لها روحي للظابط اللي هناك ده، روحي قولي له انه يخلي المكان كله وهيجي هو يساعدني. راح قال لها ايه الظابط التاني، راح واخدها هنا بيلا وقال لها يلا. هو فاهم، تحس ان دي كانت شفره ما بينهم هما الاتنين. فقال لها يلا دلوقتي احنا محتاجين نمشي كلنا، ما ينفعش، مفيش وقت، مش عارف ايه، لحد ما اقنعها ان هي تمشي وسابوه. انا العلاقات المستحيله هتفضل ورايا. لما انا بقى الاين مع الشخصيات يبقى خلاص دي علاقه مستحيله يا عم الحاج، خلاص والله. انتي رومانتيك انا، بس مش لدرجه ان انا انقلها في المسلسلات، مش لدرجه. المهم يعني هي قالت في اخر المسلسل ان هي حاسه ان هو عايش، وجابوه في حته كده اللي هو كان نفسه يروحها معاها. قال لها احنا خلاص ممكن نهرب ونروح المكان الفلاني. فكانوا جايبينه في المكان ده، بس مش عارفه هما جايبينه في المكان ده دليل ان هو عايش ولا دليل ان هو خلاص راح وبقى حمام. عموما دي كانت احلى نهايه شفتها في حياتي بجد. اي نعم هي كانت حزينه، بس هي احلى نهايه شفتها في حياتي. لحظة وقف تصوير لو سمحت، وقف. بس هسيبكم بقى مع بقيه الفيديو يا جماعه. مراته هتشك ان هو جاسوس ولا خلاص بقى كده. انا عجبني اصرارها قوي، حتى وهي شاكه ان هو جاسوس وهو خاينها ومطلع عينها يعني من الاخر، ومرمطها المرمطه المنيله دي بعد ما مات. هي ستيل برضو ورا الموضوع لحد ما تعرف مين اللي قتله. عندها اصرار بنت اللذينه رهيبه. حاولوا برضو يوقعوا ما بينها وما بين البودي جارد ده على اخر لحظه، لان هم كانوا زارعين تصنطات، حاجات يعني يسمعوا بيها. مش عارفين لسه الموضوع هيودي بينا فين، لان هم كل شويه يصدموني اكتر. فلا اتورثت يعني، شوفوه على ضمانتي. وستيل برضه هو يعني ستيل اندر ريتد شويه، لسه الناس ما تعرفوش قوي. وبس ده يعني ده كل اللي حصل لحد دلوقتي في المسلسل. يعني that was the gossip of today. وطبعا ما تنسوش الكومنت والشير واللايك عشان يوصل لكم اي underrated كي دراما جديده. وستيل مش عارفه اجيت through hi fellas and welcome to my gossip. يعني حاولت اعمل لكم كذا انترو، بس هي دي اللي لزقت معايا، فخلاص احنا هنستمر عليها يا جماعه. and yes, that was the gossip of today. see you in another gossip. bye. sorry عشان صوتي بجد عشان برد، بس مش عارفه اعلي صوتي اكتر من كده بصراحه يعني. see you soon. bye.